لو لسه بتسلقي اللحمة وتحمريها اركني لي بقى اللحمة المسلوقة كده على جنب مع احترامي لشوربة اللحمة المسلوقة. النهاردة هنعمل طريقة حلوة للحمة مع صوص كده تحفة. التسوية بتاعتها مظبوطة، كانت زبدة. الطريقة دي ان شاء الله لما تعملي بيها اللحمة هتعملي بيها اللحمة على طول، لا تحمريها بقى ولا تسلقيها ولا الكلام ده كله. قدمتها مع رز بالشعرية، رز ابيض برضو يمشي عادي مع بطاطس، وكانت رهيبة. اول حاجة معايا كيلو ربع او كيلو ونص من اللحمة. هحتاج لي 3 بصلات كبار مع شوية من الفلفل الاخضر الحلو. هما 3 بصلات، يعني حوالي نص كيلو من البصل. انا عارفة ان البصل غالي بس الوصفة تستاهل. ومعايا بقى للتوابل ربع معلقة صغيرة من البهارات المشكلة، فلفل اسود وبهارات لحمة، وربع معلقة صغيرة من القرفة، شوية كده من القرنفل وشوية من الحبهان. ما نكترش توابل علشان ما نضيعش معانا طعم اللحمة. في طاسة كده تكون سخنة، وهنزل بمعلقة سمنة كبيرة او معلقة زيت. وهعمل ايه؟ هبتدي ان انا هنا اشوح اللحمة. لازم اشوح اللحمة، يعني هنزلها على المادة الدهنية بتاعتي دي زي ما قلت لكم، معلقة كبيرة من السمنة او معلقة كبيرة من الزيت زي ما تحبوا. يستحسن بقى كمان لو سمنة بلدي. التشويحة للحمة دي مهمة جدا علشان هي اللي هتدينا صوص حلو في الاخر. هي في الاول هنزلها، طبعا الطاسة بتكون سخنة جدا، هتنزل شوية من السوائل، لكن بعد كده هتشرب السوائل بتاعتها دي وترجع تتحمر معانا. لازم تتحمر علشان زي ما قلت لكم تدينا صوص حلو كده في الاخر ولون حلو كده. انا هنا هفضل اشوحها كده، هتاخد تقريبا 10 دقايق لحد ما توصل للون ده. كل قطعة من اللحمة لازم تتشوح معايا كويس جدا لحد ما توصل للون او للتحميرة اللي انتوا شايفينها في الطاسة. اشيل بقى دلوقتي اللحمة من الطاسة، وفي نفس الطاسة اللي انا حمرت فيها او شوحت فيها اللحمة زي ما انتوا شايفين هي لسه كده ما استوتش، لسه هنكمل التسوية بتاعتها. لازم تاخد اللون ده علشان ده هيفرق في طعمها بعد كده. في نفس الطاسة هضيف معلقة تانية كبيرة من السمنة او من الزبدة زي ما تحبوا، وهنزل بقى كل كمية البصل اللي انا مقطعاها بالشكل ده. لو مش حابين البصل يبقى باين قوي في اللحمة ممكن تقطعوه اصغر من كده، لكن انا قطعته شرايح او جوليان، وكده كده البصل هيستوي مش هيبقى باين قوي مع اللحمة. اول ما البصل يتشوح شوية هضيف بعد كده معلقة كبيرة من الصلصة الجاهزة، هشوحها برضو مع البصل. اول ما يدبل كده ويتكرمل معايا شوية، عايزة اقول لكم ان معلقة الصلصة دي برضو بتدي طعم حلو للصوص في الاخر، وبتدي لون حلو للبصل زي ما انتوا شايفين كده. اول ما يوصل للمرحلة دي هنزل بقى بكمية اللحمة وهديلها تشويحة بسيطة قوي مع البصل، وبعد كده هنزل بقى بالتوابل. وزي ما قلت لكم ما نكترش توابل في الوصفة دي علشان اللحمة طعمها ما يتغيرش معانا. هنشوح كده لمدة مثلا دقيقتين 3 اللحمة مع البصل، وبعد كده هنزل عليها بكوبايتين من المية المغلية. لو انتوا عايزين فيها صوص شوية تقدروا تضيفوا 3 كوبايات من المية. انا ضفت كوبايتين الاول، وبعد كده لما غليت والصوص ده قصر معايا يعني قل، رجعت زودت كمان كوباية من المية المغلية، يعني ضفت 3 كوبايات من المية المغلية. بعد كده بقى هغطي اللحمة وهسيبها لمدة ساعة ونص او ساعتين على حسب قطعية اللحمة لحد ما تستوي تماما. زي ما انتوا شايفين كده الصوص تقل معانا وقصر معانا شوية. زي ما قلت لكم لو عايزينها فيها صوص اخف من كده يعني ناشفة شوية تقدروا تضيفوا بس كوبايتين من المية، لكن الصوص بتاعها ده بيبقى رهيب. وعايزة اقول لكم اللحمة شكلها تحفة، والتشويحة اللي عملناها للحمة اللي في الاول هي اللي مديالها اللون اللي انتوا شايفينه ده. طعمها خطير وريحتها خطيرة. وقبل ما نقفل عليها ب5 دقايق بنضيف معلقة صغيرة مليانة من الملح. الملح بنضيفه اخر حاجة للحمة علشان اللحمة ما تشدش معانا. هقلبها تاني وهسيبها لمدة 5 دقايق بعد اضافة الملح، وبعد كده بقى هنقدمها وهقول لكم انا هقدمها مع ايه. هنا كده خلاص بعد ما استوت معانا، شايفين اللحمة
اللون بتاعها حلو جدا، والتسوية بتاعتها دايبة، هي مكانتش اصلا مستحملة الشوكة كمان. والصوص بتاعها ده طعمه تحفة. يعني نصيحة مني، حاولوا كده يبقى فيه صوص حلو كده او كمية صوص حلوة كده مع اللحمة، علشان والله العظيم بيبقى طعمه اطعم من اللحمة نفسها. هنقدمه بقى في طبق التقديم، او هنقدم بقى اللحمة دي في طبق التقديم. يعني تقدروا تقولوا عليها كباب حلة. طريقتها سهلة وبسيطة ومقاديرها مفيش اسهل من كده. والتوابل، اي توابل عندك هتمشي، لو حتى شوية ملح، فلفل اسود، شوية بهارات لحمة او بهارات مشكلة عندك، والموضوع سهل وبسيط جدا. هتاكلي احلى حتة لحمة ممكن تاكليها في حياتك، والطريقة سهلة وبسيطة جدا. هقدمها بقى مع طبق او بولة من الرز بالشعرية، او الرز الابيض برضو يمشي معاها. وبقدم بقى اللحمة كده مع الرز بالشعرية. كنت عاملة صينية، صينية بطاطس في الفرن. عايزة اقول لكم لو عايزين تطعموا صينية البطاطس اللي في الفرن دي، تقدروا تاخدوا من شوية من صوص اللحمة تضيفوها على البطاطس، بيديلها طعم حلو. زي ما انتم شايفين كده اللحمة طعمها كان خرافة، والتسوية بتاعتها مظبوطة، مع شوية بقى من الرز بالشعرية. يعني عاوزين ايه بقى تاني؟ رز بشعرية ولحمة وبطاطس. الناس اللي بتحب اللحمة تجرب الطريقة دي، وان شاء الله هتعجبها جدا. ما تنسوش كمان وانتوا بتقدموا اللحمة تضيفوا عليها شوية من الصوص كده، علشان بيبقى طعمه حلو قوي مع الرز. جربوها على طريقتي وان شاء الله هتعجبكم جدا. ملحوظة أخيرة، حاولوا تنقوا حتة لحمة تكون ملبسة، علشان بتفرق في طعم اللحمة في الوصفة دي. لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، علشان توصلكم اشعارات بكل الوصفات الجديدة. نتقابل ان شاء الله في وصفات تانية جاية كتير. اسيبكم في امان الله وسلام.